قصص أغرب من الخيال في عالم كرة القدم. معكم أنا علي بن عسكر. تخيل لاعب في مباراة يطرد نفسه بنفسه، ما حد أعطاه كرت، هو اللي قرر يخرج وخرج فعلا. القصة حصلت في عام 2002 في إنجلترا في الدوري الإنجليزي. له الهواة اللاعب اسمه أشلي فينترز. اللاعب كان متوتر بشكل غريب جدا. في الدقيقة 70 الحكم احتسب خطأ ضده. اللاعب ما عجبته الصافرة، راح للحكم وقال له اعطني كارت احمر، لان لو جلس دقيقة زيادة راح اكسر رجلك. طبعا حرفيا هي ترجمة قراء الشفاه، حرفيا قال هكذا حسب صحيفة الجارديان في ذلك الوقت. الحكم ما صدق نفسه، لكنه فعلا احتسب عليه الكرت الأحمر وطرده من المباراة، واللاعب مشى من الملعب وهو مبسوط مبتسم وكأنه فاز. عزيزي المشاهد، تخيل تلعب جنب لاعب نفس كذا، تعليقك تصرف مجنون ولا ذكي؟ لأن اللاعب كان يمر بضغوط نفسية، وفعلا بتصريحاته بعد المباراة قال انه خاف ان يخرج عن السيطرة لانه كان مضغوط بشكل كبير في تلك اللحظة. اذا عجبتك القصة اعمل لايك وفولو الحساب، وانتظر استمرار السلسلة لأغرب أحداث أو لقطات كرة القدم أغرب من الخيال. معي أنا علي بن عسكر.